يا مصروة، المصروة. يا ترى جت منين الكلمة دي في حين إننا اسمنا مصريون أو مصريين؟ الكلمة دي أول ما تقع على أذهاننا على طول هنفتكر بلاد الشام وكلمتهم المشهورة مصاري. طب إيه علاقة كلمة مصاري بمعنى العملة أو النقود بالمصريون أو المصريين؟ بمنتهى البساطة، لأن مصر كانت تحكم بلاد الشام في القرن التسعتاشر من عام 1830 ل 1841. كان في حملة على بلاد الشام بقيادة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا، وكانت في الفترة دي مصر بتحكم بلاد الشام. فطبيعي كانت تسكل عملة في مصر، علشان كده الفلوس كانت بتجيلهم من مصر، الفلوس اللي بيصرفوها كانت بتجيلهم من مصر. علشان كده بيقولوا على المصريون بعد كده حرفوا الكلمة وخلوها مصاري نسبة إلى مصر أو المصريون اللي كانت بتيجي من عندهم العملة. الكلام ده طبعا في القرن التسعتاشر. فدي العلاقة بين كلمة مصاري ومصريون أو مصريين. فلما حد يقول لك يا مصاري أو يا المصاروة، فعادي جدا يعني يا فلوس، يا بلد العملة، يا بلد الفلوس. يعني ده المعنى التاريخي لهذه الكلمة اللي ممكن نكون بنسمعها كتير. طبعا عندنا النقود او الفلوس اللي احنا بنستخدمها كلنا في الوطن العربي جاءت من كلمة فلس، وكلمة فلس هي كلمة عربية أصيلة استخدمها بعد كده الرومان في كلمة فولس. فولس جاية من كلمة فلس، وبعد كده بقت فلوس، وكلنا بقينا نستخدم الفلوس أو النقود. فكلمة مصاري جاية من مصر، وأما كلمة فلوس فهي مشتقة من اللغة العربية.